السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. شكرا لكل الناس اللي شافت فيديو حفلة زيزي بينك وانا بحتفل معاها. زي ما قلت لكم انا قررت ابدأ من هناك وبدأنا والحمد لله. وزي ما قلت لكم البوستر مش هو الجايزة، البوستر ما كانش الجايزة. البوستر ده زي ما شفتوا في الفيديو ده وثيقة بقول لها أنا كسيزر كمجموعة موجودة على أرض الواقع إحنا هندعمك. هتقولي طب لما البوستر مش هو الجايزة أمال الجايزة إيه؟ في مثل بيقولك تعرف فلان عشرته، لا يبقى ما تعرفوش. تمام، انتوا لسه ما تعرفونيش. الحمد لله انا حققت نجاح كبير. هتقولي ازاي؟ انت لو بصيت عندي هتلاقي المشتركين 104، مش 104,000، 104. هم فعلا 104. معلش على صوت الابواب، الجو تلج والرياح شديدة النهاردة، فانا اسف لو في صوت طلع في الفيديو، صوت باب. هتقولي 104 مشترك نجاح ازاي؟ عايز تعرف؟ استناني وانا اقولك. انزل يا خليفة بالبرومو على الشاشة، يلا ونرجع معاهم تاني. عايز تعرف انا نجحت ازاي صح؟ هقولك. انا ظهرت على قناة زينب وشافني 67,000 واحد، وظهرت على قناة نوجة بنت البلد وشافني 7,900 واحد، وظهرت على قناة بسمة الفيقي وشافني 833 واحد، وظهرت على قناة مامي ونيلي إسراء حسني أختي وأخت زينب وشافني 17,000 واحد. وفي فيديو فتح الهدايا في 42,000 واحد شافوا الهدايا. هتقولي هو ده النجاح؟ انا هدفي ان انا اخش كل بيت في مصر. هتقولي ازاي؟ ازاي دي بقى هنعرفها مع بعض قدام في قناة سيزر مصر وقناة متجر سيزر. انتوا عايزين تعرفوا الجايزة صح؟ حلو. انا بالنيابة عن المجموعة بتاعت سيزر جروب، مؤسسة سيزر جروب وشركاء، هعلن عن الجايزة دلوقتي. جاهزين؟ متضيروش الفيديو. جايزة زينب حسني وجمهورها مدى الحياة، الدعم الكامل من متجر سيزر، الدعم الكامل من متجر سيزر ومن المؤسسة مدى الحياة. هتقولي ازاي؟ هقولك. أول جايزة الجزء الأول في منتجات متحدد لهم عدد أفراد. عدد الأفراد ده أول ما بيشتروا المنتج بيدخلوا سحب. اتفقنا؟ مفيش حد بيفرض عليك حاجة. المنتج اللي انت هتشتريه أول ما بيكمل عدد الأفراد بتخش سحب. أول حاجة كل منتج بيتباع بيطلع منه 5 جنيه، 5 جنيه للناس المحتاجة، دار مسنين، دار أيتام، ناس بتشقى وتتعب. دي أول حاجة. أي منتج بيطلع منه 5 جنيه، 5 جنيه عمل خيري. دي أول حاجة. طب المنتجات اللي موجودة دي إيه؟ عروض على ساعات سمارت وأجهزة مطبخ، وفي عروض على تكييفات محمولة اسمه عرض الصيف، وعرض عناية شخصية، وعرض أجهزة منزلية، وعرض مستلزمات أطفال. طب المطلوب عدد الأشخاص اللي هيكسبوا المنتجات ببلاش. دي أول حاجة. تاني حاجة
عدد الافراد اللي هيكسبوا جوائز نقدية متحددة برضو تحت كل منتج، يبقى اصبح مجموع الاشخاص اللي هيكسبوا. ده غير طبعا ان لو كل منتج اتحقق عدد الافراد بتاعه ده، زينب بتكسب جايزة على كل منتج. زينب بتكسب جايزة على كل منتج. هتقولي جايزة زينب ايه؟ ده مدى الحياة، ده لسه الجزء الأول ده لسه. هتقولي الجايزة ايه؟ هقول لك الجايزة لزينب تمن المنتج. الكلام ده كله هنلاقيه فين؟ هنلاقيه في فيديو، هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في الفيديو على قناة متجر سيزر. ده الجزء الأول من الجايزة. أنا عاهدت ربنا وقلت يا زينب بإذن الله بعد ربنا طبعا أنا هكون سبب في إن أنت توصلي للمليون والاتنين والتلاتة والأربعة، وجمهورك اللي بيحبك وداخل عشانك لازم يتكافئ. هتقولي اللي أنت بتعمله ده ما فيش حد يستوعبه. عايز تستوعبه أهلا بيك، مش عايز براحتك. هتقولي طب الناس كده كده كسبانة ايه؟ والله الناس كسبانة ان هي بتشتري المنتج قيمة مقابل سعر. هتقولي انت بتعمل دعاية لنفسك. لا، لان انت لو تابعت وقريت هتلاقي ان المتجر اصلا اكتر من 60% وبتوصل ل70% من ارباحه طالعة كده. هتقولي انت ابتديت، انا قلت لك في الفيديو البداية هتكون من عند زينب. اي يوتيوبر انا بتكلم معاكم بقى مش رسمي، احنا بندردش كاخوات، انا بعتبركم اخواتي يعني. اي يوتيوبر في الدنيا ممكن يعمل اعلان، وممكن صاحب الاعلان ده يستفاد منه كتير. انما لما تيجي تفكر في فكرة، انت لو قريت مؤسسة سيزر جروب وشركاء هتقولي مين هم الشركاء؟ الشركاء اللي هم المستثمرين في المتجر. والشركاء كمان اول شريكة كده بالطريقة دي زينب وجمهورها. انا بعتبر كل واحد شريك، لان في برامج المكافآت بعد كده اللي انتوا هتشوفوها على المتجر انت شريك مش زبون. لان كلمة زبون دي كلمة مش لطيفة. وانتوا لو بتتابعوا محتوى المقالب وفكرتوا في معنى كلمة زبون دي هتلاقيها كلمة مش لطيفة. وفي الفيديو اللي فات لو انتوا شفتوا انا قلت هحارب التجار. انا هغير مفهوم التسويق ومفهوم البيع والشراء على مستوى العالم. وزي ما شفتوا، لو شفتوا في فيديو قبل كده خشوا شوفوا ال3 4 فيديوهات اللي فاتوا، هتقولي انت هتغير الواقع. قلت لك انا لو في ايديا اغيره هغيره. انت بس مجرد تشغل دماغك كده كده اللي انت عايز تعمله، اي هدف هتحطه قدامك هتوصل له. والنجاح ملوش مقياس عامة، كده كده طالما انت ماشي في هدفك. وزي زينب ما قالت انت تعمل اللي عليك والباقي على ربنا. بس طالما رميت حمولك على ربنا وفكرت صح وفكرت في الناس صح، ازاي تفرحها وازاي تكون انت سبب في سعادتهم، بس خلاص انت عايز الدنيا. وزي ما قلت لكم قبل كده الدنيا بتخلص، فلازم نفكر تفكير سليم. كده كده مهما عملت في الدنيا كل اللي عملته هتسيبه وتمشي. مفيش حد بياخد حاجة معاه، زي ما بيقولوا كده الكفن ملوش جيوب. هسيب لكم رابط الفيديو بتاع المنتجات. عامة زينب ما تعرفش كل الكلام اللي بيحصل قدامكم على الشاشة ده، لسه ما تعرفوش. انا هشوف هتوصل معاها ازاي، واشوف هتوصل لجمهورها الجايزة دي ازاي. وده دعم كامل مدى الحياة. دي الجزء الاول، ده الجزء الاول. لو هتعتبروا ان انا كده بدأت، لا، لو انتوا شفتوا الارقام هتلاقوا 0 1 2 3. الصفر ده قبليه -1 -2 -3.
انا عايزكم تعتبروا كل اللي احنا بندردش فيه ده رقم 0. لسه ما خدناش خطوة رقم 1. تمام. وكل الارقام اللي انا وريتها لكم دي، ده بالنسبة لي نجاح ان انا اظهر على القنوات دي ويشوفني 90,000 واحد. مش مهم انا عندي كام، كده كده انا لسه بادئ المشوار من الصفر. ال104 اللي موجودين اهلا بيكم، وان شاء الله عائلتنا تكبر وانتوا لسه ما شفتوش حاجة. دي لسه البداية. وكل فيديو هطلع اقولها نص ارباح قناة سيزر مصر وقناة متجر سيزر، نص الارباح لجمهور سيزر. حبايب قلبي معلش طولت عليكم، احنا كده كده مع بعض هنكبر وهنكسب. الدنيا مش مستاهلة، وانا نازل بفكر جديد فعلا في التسويق. هنحارب التجار الطماعين. كل ده هتفهموه ازاي، وهتفهموا ازاي تتعاملوا مع البيع والشراء من تجارب شخصية ومن خبراء في التسويق انا اتعاملت معاهم وموجودين معايا في الشركة. وما تقلقوش، كده كده مهما الدنيا كانت صعبة احنا هنقف قدامها وهنعدي اللي جاي. حبايب قلب سيزر، ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس، عشان الناس كلها تستفيد. واستنوني الفيديو الجاي مع جايزة زينب وجمهورها الجزء الثاني. حبايب قلب سيزر، يلا سلام.